بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله، وبعد. رابعة العدوية هي مجزرة ومذبحة القرن. أراد أناس أو شعب أن يعيش حرا كريما، فتمت مواجهته بالآلة العسكرية وبالدبابات وبالرشاشات وبالقناصات، حتى هوى على الأرض مئات بل آلاف من البشر، وحرقت جثثهم ودفنوا دفنا جماعيا. وهذه الذكرى ستظل في وجدان الشعب المصري والعربي والمسلم ذكرى أليمة حزينة، تمثل جرحا غائرا لا يندمل أبدا. رابعة العدوية لا شك أنها أضافت إلى الوعي الجمعي أسسا مهمة ومبادئ قيمة، وهي أن الحرية ليست رخيصة، وأن أعداء الحرية لن يتركوا من يريدون الحرية بسلام وأمان. وهذا يحتاج إلى إعداد، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى وعي قبل كل شيء. أيضا رابعة العدوية قد كشفت ازدواجية المعايير في هذا العالم الغربي، العالم الذي ينادي بحقوق الإنسان لم يتحرك من أجل منع هذه الدماء وهذه المذبحة، وحتى كانت هناك إدانات على حياء أو على استحياء من ضد من مارسوا هذا القتل وهذا الدمار. فالعالم الغربي عالم عنده ازدواجية معايير، وما يحدث في فلسطين خير شاهد على هذا، مما يدل على أن حقوق الإنسان، المقصود بالإنسان هو إنسان الغرب، إنسان أوروبا وأمريكا، وليس إنسان العرب والمسلمين. ولكي يكون سلوكنا راشدا، فإن أفعالنا يجب أن تتحول من الغضب إلى الفعل، ومن ردة الفعل إلى البناء. والشباب هم أمل الحاضر والمستقبل، يجب أن يأخذوا زمام المبادرة، أن يبحث كل واحد منهم عن تخصص حقيقي يبرع فيه ويتميز فيه ويصبح رقم واحد على مستوى العالم. ويجب أن يتكاتف الشباب فيعمل عملا جماعيا ويبني بناء جماعيا، ويساند بعضه بعضا، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. هذه الأحداث سوف يأتي عليها يوم وتصبح تاريخا. وإذا كنا نريد أن نسمع عن فلسطين وعن رابعة والنهضة في مصر، هذه المذابح البشعة، هؤلاء قدموا أرواحهم، هؤلاء قد أجابوا عن الأسئلة بالعمر كله، بالدماء، بالأرواح، وهي أنفس ما يملك الإنسان. سوف تأتي أجيال بعد ذلك تسأل عنا: هل نحن قدمنا ما ينبغي أن يقدم؟ هل نحن فعلنا ما يجب علينا؟ فهذا السؤال سؤال التاريخ وسؤال الأجيال، وقبل ذلك وبعده سؤال الله تعالى لنا يوم القيامة، يجب أن يكون حافزا لنا على أن نقوم بواجبنا نحو أنفسنا ونحو أوطاننا ونحو أمتنا العربية والإسلامية ونحو الإنسانية كلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنريد للأجيال القادمة أن نترك لها إرثا، وأن نترك لها شيئا تفخر به وتتغنى به. لا نترك لهم العجز ولا الصمت ولا قلة الحيلة، وإنما نترك لهم أثرا عظيما وتاريخا مجيدا. والله تعالى يقول: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. الأثر يكتبه الله تبارك وتعالى، وهذا الأثر هو الذي ينفع البشر، وهو الذي يخدم الإنسانية، وهو الذي يحقق رسالة الإسلام، ويحقق الاستخلاف الواجب علينا الذي أوجبه الله تعالى علينا في هذه الحياة. فلتكن هذه الدماء نورا ونارا، نورا يضيء لنا الطريق، ونارا تحرق الظالمين والمستبدين والمحتلين والطغاة.